عارف يا عزيزي الاهلاوي ان الماتش اسهال في كل حاجه، وعارف ان في ناس بتتفرج دلوقتي راحت في النوم في وسط الماتش، وعارف برضو ان احنا ما نستاهلش نكسب رغم ان الماتش كان سهل وفي ايدينا وكنا ممكن نكسب. بس الحقيقه في ثوابت كده في بطوله افريقيا ان ماتشات الظهر دي ماتشات سخيفه جدا، لا فيها متعه ولا كوره ولا الاستديوهات حتى اللي بتتكلم فيها ما بيبقوش لاقيين كلام يقولوه، وبيبقى مجرد فريق عمال يرازي في النادي الاهلي عشان يلعب الظهر وما يعرفش يلعب قصاده. والاهلي كمان عودنا في اخر فتره ان اول ماتش في المجموعه غالبا بيعمل نتيجه سلبيه، ولازم نصعبها على نفسنا، وبعدين لازم نبقى مطالبين في ماتش ان احنا نكسب بره ارضنا وبنعملها وبنصعد تاني المجموعه وفي الاخر بنوصل نهائي. بس الحقيقه لو اتكلمنا عن ماتش النهارده بين الاهلي والهلال في شويه كلام كده يتقال. عموما يا صاحبي لو اول مره تشوفني يا ريت تشترك في القناه وتفعل زرار التنبيهات، ولو كنت على الفيسبوك يا ريت تخبط لايك وشير. في رايي الشخصي ان كولر خسر الماتش ده لانه غير قناعاته لاول مره من ساعه ما جه النادي الاهلي. عارفين احنا الاسطوانه اللي بنسمعها كل مره قبل ما نجيب مدرب، بالذات لو ما دربش في افريقيا، نقول بس احنا عايزين بطوله افريقيا. الراجل ده ما يعرفش الدهاليز والخبايا بتاعت ماتشات افريقيا، ولازم الجهاز الفني المصري تحديدا يقعد مع المدير الفني ده عشان يفطموا كده على الليله وازاي الماتشات بتتلعب في افريقيا. اتعملت مع فايلر وكانت هتتعمل مع سواريش وكمان اكيد اتعملت مع كولر. حفظنا بقى احنا القصه دي. خلينا نتفق بس ان مستر كولر من ساعه ما جه النادي الاهلي قدم امارات ان هو مدرب كويس جدا وكوتش محترم، والراجل ده بيمتاز ان هو جريء بس في نفس الوقت بيحسبها بالعقل، فهو ما بيخافش وعنده جزء من الخطوره، ولكن الخطوره دي بتبقى محسوبه وفي معظم الاحيان بتظبط معاه. الراجل ده اتقعد معاه الله اعلم من مين واتقال له ان احنا الماتش بتاع الهلال هناك ده ماتش رخم جدا وعمرنا ما كسبنا الهلال هناك، واول ماتش في المجموعه ولو رجعنا بالتعادل النتيجه كده زي الفل على النادي الاهلي. وفي افريقيا يا باشا في الاوقات بتاعه الظهر دي بالذات لو عرفت تخطف نقطه من هناك بتضمن بشكل كبير جدا ان انت ترجع تكسب على ارضك وتجمع نقط وتصعد سواء اول او تاني. فالله يبارك لك يا مستر كولر، حاول على قد ما تقدر ان احنا نلعب بشكل متحفظ الى حد كبير. لو عرفنا نخطف جون كان بها، ما عرفناش حلو قوي التعادل، والحقيقه ان دي مش دماغ مستر كولر. طب ايه اللي بيخليك تقول الكلام ده يا عم هاني؟ في شواهد من بدايه اللقاء. اول حاجه انه لاعب الشحات مكان مجدي قفشه في طريقه 4-2-3-1، وبالتالي هنا هو استغنى عن الجبهه القويه جدا اللي فيها الشحات ومحمد هاني، الاثنين حافظين بعض ومشغلين بعض وخلاص، يعني الجبهه دي كل ماتش بنشيد بيها. وعلى الناحيه اليمين اختار ان الوينج يكون طاهر محمد طاهر، فانت خسرت الجبهه بتاعت الشحات ومحمد هاني، ولكن متفاهم انه حط طاهر محمد طاهر لانه بيساند في الادوار الدفاعيه بشكل احسن من حسين الشحات، كمان البدني بتاعه اعلى. فدي اول حاجه تقول لك ان الراجل عايز اداء دفاعي. النقطه الثانيه ان انت تلعب بالشحات في المكان ده مكان مجدي قفشه، لان الشحات مهما كان ادواره الدفاعيه كمان احسن من محمد مجدي قفشه اللي تقريبا ملوش اي مردود دفاعي. نقطه كمان بتاكد ان كولر اتنازل عن قناعاته في الفوز، ان الباكين بتوعنا سواء محمد هاني او علي معلول ما زادوش تقريبا طول الماتش، ما شفناش اوفر واحد تقريبا من علي معلول. يمكن في الشوط الاول بس كان في اوفر وحيد من محمد هاني على راس بيرسي تاو، ويمكن هي دي الهجمه الوحيده في الشوط الاول مع هجمه حسين الشحات اللي كانت في اول 5 دقايق وكانت ممكن تريحنا كتير جدا لو حسين ركز فيها. لكن فيما عدا ذلك انت حاطط الكوره في نص الملعب ومرضي قوي كده، رغم ان فريق الهلال ورا خطوطه في مساحات كتير جدا. انت بس لو لعبت بشخصيتك وقررت ان انت تجيب جون هتكسب، وده بقى اللي انا الوم على مستر كولر عليه. يعني انت حتى يا عم لو كانوا حفظوك قبل ما الماتش يبدا ان احنا عايزين نحافظ وما يجيش فينا جوان، ما انت شفت فريق الهلال على ارض الملعب، فريق الهلال نازل خايف من النادي الاهلي وعامل حسابه بشكل كبير جدا. انت مضيع جون في اول 5 دقايق ما يضيعش. لما لقيت الليله كده يا باشا اضغط وروح وهات. الواحد حزين فعلا لان الماتش ده تحديدا في غياب الجماهير كان سهل جدا ان انت تكسب، مش هقول لك حتى تتعادل. المهم ان الشوط الاول كله بقى عك في نص الملعب، مفيش اي كرة بتتلعب، مس باصات، وانت راضي يا عم بالليله دي وهم راضيين كمان بالليله دي. يخلص الشوط الاول طبعا 0-0 ويلا بينا على الشوط الثاني. انا معرفش ايه اللي اتقال من مستر كولر بين الشوطين لعيبه النادي الاهلي، بس تقريبا كده هو قال ولا حاجه، خلينا زي ما احنا. الشوط الثاني بقى مدرب فريق الهلال قال لك انا مش عايز تعادل، انا هنزل واكسب. بان جدا على كل لعيبه الهلال الحماس والتركيز والقوه في الالتحامات ان انا عايز اكسب النادي الاهلي، وفي غياب الروح اللي عند النادي الاهلي مش عارف ليه الحقيقه، فشيء طبيعي جدا ان الشوط الثاني كله 100% مع الهلال. الهلال جاب جون في اول 5 دقائق، الهلال جاب جون ثاني واتحسب اوفسايد، الهلال ضيع جون في الوقت بدل الضيع محمد عبد المنعم شايلها من على الخط. يعني الماتش ده كويس ان هو خلص 1-0، كان ممكن بالميت يطلع 2-0. كل الكور الثانيه بتاعت الهلال، كل الالتحامات بتاعت الهلال، انت مش عارف تنقل باصتين على بعض في نص الملعب، والهلال شاف الدنيا كده فداس بقى. وطبعا محمد الشناوي ساهم بشكل كبير جدا في شكلنا كله في الشوط الثاني، لان انت لما تنزل الشوط الثاني واول 5 دقائق
تلبس جون ملوش لازمه حرفيا، معنويات فريقك في الارض خلاص. انت كنت محافظ على النتيجه 0-0 وده اللي متفقين عليه، ولو خرجنا بالنتيجه دي كنت هتبقى مرضي كجهاز فني وفريق. غلطه تافهه صفرت العداد من الاول، ده احنا عايزين نجيب جون عشان نرجع تاني لخطتنا. طب احنا ما كناش عاملين حسابنا على كده. ومحدش يقول ان محمد الشناوي شال ضربه جزاء فدي تشيل دي، لا طبعا. لو النتيجه 0-0 وشلت ضربه الجزاء اقول لك يا عم انت كده رجعت اللعب في الملعب، انما انت اوريدي 1-0 يعني، فانت محتاج تعوض. تغييرات كولر بقى متاخره كالعاده، بداها بعد ساعه لما طلع حسين الشحات ونزل القندوسي، ونزل بقى بعديه مجدي قفشه ومحمد شريف ومحمد اشرف، وطلع معلول وحمدي فتحي وبيرسي تاو. ولكن حتى بنزول التغييرات دي كان خلاص فريق الهلال بقى ترص ورا وحب يلعب على المرتدات، فما قدرتش تخترق وما قدرتش تعمل حاجه ومالكش فرص تذكر يعني، ويخلص الماتش 1-0 بنتيجه شايفها كمان قليله على النادي الاهلي. ماتش سيء جدا. يلا بينا نروح على الملاحظات. اول ملاحظه ان الكوره معموله عشان نستمتع. ماتشات الظهر دي كلها سواء على الاهلي او غير الاهلي، الانديه اللي عندها انوار كاشفه بالليل اتمنى ان الكاف يمنع ان الماتشات دي تتلعب الصبح. يعني عندك كشافات والدنيا حلوه والجو جميل، ما تلعب يا عم بالليل يا عم. فكره ان انت تعذب الفريق اللي جاي لك في الجو ده عشان يبقى ليك افضليه عليه، في الاخر الماتش بيطلع سخيف جدا والناس بتنام منك، فايه المتعه في كده يعني. النقطه الثانيه خاصه بمحمد الشناوي، وهو برضو مستمر في المسلسل بتاع الكوارث اللي بيعملها، اخطاء بتضيع منك ماتشات مصيريه. اهو الماتش ده في نهايه المجموعه الله اعلم هيكون تاثيره ايه علينا. ومش بس كده، كمان عشان يداري غلطه اللي عمله بدا يخش في مشاحنات وخناقات مع الاداريين بتوع فريق الهلال، وانت المفروض الكابتن اللي تلم الليله دي، لان طبعا لعيبه الهلال عايزه تخرج لعيبه النادي الاهلي من تركيزها، فانت الكابتن انت اللي بتزود الليله دي. وبعد الماتش طالع تتخانق، حاجات غريبه جدا. لازم يبقى في عقوبه على محمد الشناوي. النقطه الثالثه وهي خاصه بمستر كولر، انت فين السيناريو الثاني اللي انت عامله؟ يعني انت نازل والنتيجه 0-0 وبتلعب على كده وعايز تطلع بالماتش كده، طب لو جه فيك جون انت ايه خطتك؟ انت حتى بعد ما جه فيك الجون الباكات فضلت ورا، يمكن محمد هاني بدا يزيد على استحياء، انما علي معلول ما زادش وما عملش اي حاجه لدرجه ان انت اصلا خرجته. فين بقى خطتك لو انت ما قدرتش تحافظ على التعادل؟ اللي انا اصلا معترض ان انت تنزل تلعب عليه قصاد فريق الهلال. ممكن تعملها قصاد فرق تانية، بس قدام الهلال بالمنظر ده لا، سهل جدا ان انت تدوس وتكسب. النقطه الرابعه وهي خاصه برده بمستر كولر وتغييراته المتاخره على طول. يعني انت من اول الشوط الثاني اتاخرت بجون وشايف اللعيبه زي ما هي، كل حاجه سلبيه. ما تتدخل يا عم. لو غيرت يعني اول 5 دقايق في الشوط الثاني هيقول لك اللي غير بدري اهو. النقطه الخامسه بقى وهي خاصه بالوقت الضايع اللي كان بيضيعه فريق الهلال، وفي الاخر احنا شفنا الماتش وما عرفناش كام دقيقه وقت بدل ضايع. لا شفنا يافطه اترفعت ولا شفنا حتى الوقت الضايع اتكتب على الشاشه. عادي يعني، الشامبيونز ليج بتاع افريقيا. النقطه السادسه وهي خاصه بالقندوسي. القندوسي نزل النهارده والماتش كده كل ظروفه وحشه، ولكن الحقيقه اللعيب لمسته باين جدا ان هو لعيب كويس وهيفرق معانا، وهي مساله وقت بس ونشوفه اساسي في الفريق. لكن انا هنا ليا عتاب على الصفقات الجديده، او مش على الصفقات لان اللعيبه ملهاش ذنب، لكن ليا عتاب على سياسه استخدام الصفقات الجديده. دلوقتي احنا قربنا نخلص شهر فبراير، يعني الصفقات دي تقريبا معاك بقالها شهر. فين بقى مردودهم جوه الملعب؟ يعني انت المفروض جايب الصفقات دي عشان تسد عندك احتياجات في وقت ازمه دلوقتي حالا. فين محمد كريستو؟ فين مروان عطيه اللي بينزل بس لما السوليه بيختفي من الصوره؟ ده الواحد بيشوف بره الصفقات بتبقى جايه بعد 48 ساعه بتنزل تلعب. ما شاء الله امام عاشور راح هناك في الدنمارك وقدام سبورتنج لشبونه ونزل وادى وجاب جون عالمي. ما تخلصوا يا جدعان، دي فلوس بتدفع، خلص ونزل اللعيبه دي. او جايبها ليه اصلا؟ ما هو يا اما انت ما عندكش قناعه بيها، يا اما انت جايبها عشان عايزها فتجيبها وتنزلها. النهايه هارد لك للنادي الاهلي وجماهيره الخساره والبدايه السخيفه زي كل سنه. ان شاء الله نتمنى نعوض ونتدارك الموقف ده. الاسوأ بالنسبه لي النهارده طبعا محمد الشناوي ومستر كولر. اما بالنسبه للافضل فما فيش حد افضل النهارده. الفريق كله تقريبا بلا روح ويستاهل هزيمه. الف مبروك لفريق الهلال على ال3 نقط. ده كان كل حاجه النهارده. نتمنى ان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده. السلام عليكم.